أرحككم نعمل أحلى أجنحة جداد ومقرمشة وحارة. إحنا بنقول جداد السوداني. سامعين كيف القرمشة دي؟ أما بقى اللحمة من جوا طرية وبيضة، وطعم البهارات رهيب جدا جدا لأنه حار. أول حاجة في الصحن أنا بضيف ربع كوباية من اللبن، يعني هو الحليب، البهارات الحسكورة، الملح عزوكم. أنا ضفت ملعقة كبيرة من ملح، نص ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، نص ملعقة كبيرة من البابريكا، نص ملعقة كبيرة من الجنزبيل بودرة، نص ملعقة كبيرة من الكاين بيبر، نص ملعقة كبيرة من بودرة الثوم، وملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من دبس الفلفلية الحار، لازم يكون حار لأن احنا قلنا أجنحة حارة. بخلطهم سويا. بعد كده ضفت بيضتين، ملعقة كبيرة من خل التفاح عشان يعني يطر لي أجنحة الجداد دي. في الحلة أنا بضيف ملعقتين كبار من خل التفاح وملعقة كبيرة من الملح الصخري، وبضيف لهم الموية عشان عايزة أنظف الأجنحة دي. كانت شوية يعني فيها شوية يعني ريش، وبعد ما بنظفها كده وبخليها شوية في المحلول يعني بمسك بالسكينة يعني كده بشق الجناح عشان ياخد لي بعدين الحياق والبهار. بعد كده أنا ما بغسله لأنه خلاص هو المحلول ده نظف الجداد أو الأجنحة بتاعة الجداد، وبخليه في المصفى يصفي الموية يعني تماما أو السوائل، ويعني ينزل أي سوائل زايدة. طبعا أي واحد بيعمل جداد لازم ينظف طوالي الحوض بالمحلول بتاع البكتيريا، لأنه الجداد بالذات البكتيريا بتتكاثر وتتوالد سريع جدا جدا وانت ما بتشوفها. بخط الأجنحة دي في المحلول، وبعد كده بخليه، يعني أنا بصراحة بحب الحياق يقعد لمدة 24 ساعة. الخليط الدقيق كانت كوباية ونص من الدقيق السيلف فريزنج عشان فيه مادة الرفع، نص كوباية من السميد الخشن، ونص كوباية من النشا. البهارات نفس اللي أنا ضفتها بس قللت الكمية، كانت ملعقة صغيرة. بخد في الكيس يعني الخليط بتاع الدقيق، يعني بطلع الأجنحة دي وبقعد بهزه كده يعني برجه، وعشان يعني يعني ياخد كل الدقيق. بخده بغمزه تاني في المحلول ده، وتاني بدخله مرة أخرى في المحلول بتاع الدقيق. قبل التحمير أنا بكون عندي صحن فيه موية باردة جدا جدا بغمزه فيه، بكون الزيت ساخن، وببتدي بحمر الأجنحة بتاعة الدجاج دي بصراحة لحد ما لونه يكون ذهبي كده، بتطلع رهيبة مقرمشة وطرية من جوا. أما بقى يعني الطعم خرافي. وإن شاء الله الفيديو ده يطلع اكسبلور يوصل المليون وتعملوا أحلى أجنحة دجاج حارة.